طلبة أتمنى تطلبها النهاردة لنفسك ولكل حبايبك. الرسول بولس في أفسس 3 كان بيصلي لأهل أفسس، فيقول في آية 14: بسبب هذا أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح. ويجي في آية 16 عارف يطلب لهم إيه؟ يقول: لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. أقول الطلبة تاني، يهمني الجملة الأخيرة: أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. عندي سؤالين: ليه بيطلب لهم قوة في الإنسان الباطن؟ والسؤال الثاني: مين هو الإنسان الباطن؟ عارف ليه بيطلب لهم قوة في الإنسان الباطن؟ لأن سر قوتك هو الجانب الخفي مش الظاهر. احنا دايما بنطلب للظاهر. عارف المبنى اللي أنا فيه ده وأي عمارة تشوفها، سر ثبات أي مبنى الأساس الجانب الخفي، هو ده الإنسان الباطن. عارف إيه المقصود بالإنسان الباطن؟ الإنسان الباطن مقصود بيه ده مصطلح يوناني كان بيستخدم في الثقافة اليونانية، يعني 4 حاجات. أول حاجة العقل، وكأن بيقول أنا بطلب لكم قوة في العقل ده. عارف ليه؟ علشان يفكر تفكير مظبوط، عشان ياخد قرارات سليمة. إبليس حربه حرب ذهنية. عارف لما يدخل فكرة هنا، اتخيل لما يدخل هنا فكرة شك من ناحية صديق شريك الحياة تبهدلك. عارف لما يدخل هنا فكرة شر، فكرة خطية، تعمل فيك ايه؟ لما يدخل فيك فكرة قلق على بكرة، خوف على الأيام اللي جاية، يعمل فيك ايه؟ فبيقول أنا بطلب لكم قوة في الإنسان الباطن اللي هو في عقلك. عارف المعنى التاني للإنسان الباطن؟ يقصد الإرادة. أنا بطلب لهم قوة في الإرادة. ياما مرات بنبقى عارفين الصح بس عاجزين إن احنا نعمله. معظم المدخنين مكتوب له على علبة السجاير إن التدخين ضار جدا بالصحة ويؤدي إلى الوفاة، ومعظم الناس نفسه يبطل بس مش قادر. يقول أنا بطلب لهم قوة كمان في الإرادة. عارف تالت حاجة يعني؟ يعني الضمير. أنا بطلب لهم يكون ضميرهم يقظ، ضميرهم صاحي، ضميرهم بيتكلم. عارف يوم ما يموت الضمير مات كل شيء في الإنسان. عارف الحاجة الرابعة؟ المشاعر. يقول أنا بطلب لهم قوة في المشاعر. عارف ليه؟ علشان لا تميل ناحية حد غلط. ولو مالت المشاعر ناحية حد غلط أو أتصرف بمشاعري ومشاعري هي اللي تسوقني، مش أنا اللي أسوقها. أقول لك تاني، فالإنسان الباطن يعني العقل والإرادة والضمير والمشاعر، وطلب إن يديهم قوة في الإنسان الباطن، لأن كل المهمة اللي كان طالبها منهم إن هم يغيروا العالم، لأن إحنا ملح الأرض، إحنا نور العالم. تيجي النهاردة وتطلب معايا الطلبة دي وقول يا رب كل اللي طالبه منك قوة لإنسان الباطن علشان أنور في كل مكان أكون موجود فيه، والرب معك.